بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. النهاردة ان شاء الله هنعمل العيش الشامي بطريقة سهلة. اتمنى تتابعوا الفيديو للاخر ان شاء الله. وتشوفوا بقى الطريقة عاملة ازاي علشان يطلع معانا حلو بالشكل ده. قبل ما ندخل في الفيديو هنسمي الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونحط لايك للفيديو. واللي اول مرة يشوف قناتي انا رحمة من قناة اسرار الطبخ مع رحمة، ياريت يشترك عندي ويفعل الرنة علشان يوصلكم مني كل جديد. هنبدأ بقى بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين كده العيش طالع معانا زي الفل اهو، زي ما انتوا شايفين ما خدش مننا اي حاجه. كيلو دقيق عمل كل الكميه دي. تعمليه في البيت بكل سهوله، ولا على البوتاجاز ولا حاجه، عملناه في الفرن بطريقه سهله وحلوه. بيطلع اجمل بكتير طبعا من البوتاجاز، لان على البوتاجاز ما بيبقاش معانا يعني واخد وش كده وجميل كده ومقرمش وحلو، وكمان القعر بتاعه جميل. هوريهولكوا اهو، شايفين عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، من فوق ومن تحت زي العسل. عيش جميل بقى تاكلوه باي حاجه بقى، يفتح النفس كده، فطار غدا عشاء، يبقى معانا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين زي الفل اهو. كل الكميه دي بكيلو دقيق بس، وشايفين كمان طري ازاي. بس كده بيبقى جميل جدا. طبعا المقادير بتاعه العجن: كيلو دقيق، شويه ملح، شويه ميه، مش محتاجين اي حاجه اكتر من كده، معلقتين خميره. بس كده بنسيبه بقى لما يتخمر شويه كده، وبعد كده بنقطعه قطع صغيرة مش كبيرة قوي زي ما تكون. يبقى العيش معانا كده زي ما انتوا شايفين بالشكل الحلو ده. زي ما قلت لكم كيلو دقيق، شوية ملح، شوية مية، خميرة للعجن بس كده، مش اكتر ولا اقل. وسيبناه لما تخمر. وبعد كده هنقطعه بقى قطع صغيرة، هوريهولكم دلوقتي. قطع صغيرة جدا علشان خاطر نعرف نخليه بالشكل اللي طبعا احنا عملنا مع بعض الرقاق، وعملنا مع بعض القراقيش والقرص وكل حاجة. بس اول مرة نعمل العيش الشامي مع بعض. احنا عملناه قبل كده برضو مرة، بس كان ما كانش بالطريقة دي خالص، كان بلبن. الطريقة دي بمية، وطلع خفيف وجميل، وزي ما انتوا شايفين كده اهو يتاكل حاف. زي الفل بسم الله ما شاء الله. زي ما قلت لكم هنعمل قطع كده صغيرة بعد ما عجناه طبعا بالخميرة والمية وشوية ملح صغيرين. بس كده بيكون معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هقطع كده وابدأ ابطط فيه لحد ما اخلص كل الكمية اللي قدامي دي بقى فرد. وبعد كده هوريكم شكله هيبقى عامل ازاي بعد ما فردناه بالشكل ده. اهو فردناه اهو، زي ما انتوا شايفين كده. بفرد فيه كل الكمية دي، هفردها بقى على الطبلية كده، واوريكم بعد ما افردها هيبقى شكلها عامل ازاي. طبعا زي ما انتوا شايفين القطع قدامكم اهي، مش كبيرة قوي. والعيش طري جدا، يعني بتبدأي تلتيه او تبدأي انك تعملي فيه شوية كتار كده، يعني تفضلي تلت فيه لحد ما يبقى زي ما انتوا شايفين كده. انا بدأت افرد اهو زي ما انتوا شايفين الاول، علشان بعد كده اقوم اخبز يبقى كل الكمية جاهزة قدامي. ما ياخدش وقت معايا في الفرن خالص. اهو زي ما انتوا شايفين كل حاجة قدامكم. هتفرديه كده بالمقاس ده، مش اكبر من كده ولا اقل من كده. هبدأ افرده كله المقاس اللي انتوا شايفينه ده. حبيت بس اوريكم كل حاجة كده على الطبيعة علشان خاطر قدامكم اهو. بس كده انا خلصت عجن اهو، خلصت فرد. بدأت كده افرد كل الكمية. انا فردت معاكم طبعا اكتر من واحدة علشان خاطر اللي ما شافش الطريقة يشوفها، واللي مش اللي لسه يعني بيبدأ يتعلم كده او يشوف طريقة الفرد اهي. زي ما انتوا شايفين كده العيش طري جدا، فمديني راحة ان انا افرده بسرعة، وكمان متخمر كويس. فبقى معانا بالشكل الحلو ده. هبدأ كده احطه بقى على حاجة كده، واخده بقى اوديه الفرن عشان تشوفوه شكله هيبقى عامل ازاي. ده كل الكمية بتاعتنا. انا طبعا فردتها كلها مرة واحدة زي ما انتوا شايفين اهي. بعد ما فردتها كلها كده هبدأ بقى نخبزها علشان خاطر اوريكم شكله هيبقى عامل ازاي بقى بإذن الله.
حاجة سهلة جدا وبتتعمل في ثواني، ما بتاخدش وقت خالص. طريقة الفرد سهلة وخفيفة وما فيهاش اي حاجة. وكمان العيش بيتعمل بسرعة جدا، مش بياخد اي وقت. بس كده، بعد ما خلصنا فرد كل الكمية زي ما انتوا وريتكم كده، كده خلاص اهو. دي كانت كل كمية عيش الشام بتاعنا النهاردة. انا فردتها كلها والله معاكم اهو، ما قفلتش الفيديو لحد ما خلصت. بس كده. وده شكله بعد ما خرج من الفرن اهو، شايفين عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، طالع معانا زي الفل وسخن وريحته جميلة جدا. ريحته زي العسل، بسم الله ما شاء الله، يتاكل حاف بجد والله العظيم. يعني الولاد بياخدوه كده ياكلوا حاف من كتر حلاوته. جربوه مش هتندموا ان شاء الله. تجربة حلوة وخفيفة، وبعدين بدل ما تقومي تجيبي من بره وكده، اعملي في البيت بيبقى حلو جدا. زي ما انتوا شايفين اهو، من فوق ومن تحت زي الفل، بسم الله ما شاء الله. عيش عيش يعني زي الفل اهو. مش محتاج اي حاجة، ممكن تاكليه حاف كمان، بيبقى جميل جدا بسم الله ما شاء الله. بس كده. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. العيش الشامي الجميل ده. بس انا حابة اقول كلمة بقى لكل حد يعني شاف الفيديو النهاردة، يا ريت تدعموا القناة بقى، واي حد يشوف الفيديو يا ريت يشيره، علشان خاطر القناة تمشي ان شاء الله بقى وتبقى حلوة كده، وربنا يسهل لي الحال. على فكرة القناة دي مصدر رزق ليا ولولادي، فانا نفسي ربنا يكرمني وارجع تاني اقبض منها، لان هي كانت ماشية كويس وبعد كده الساعات نزلت فرجعوني تاني المراجعة، فربنا يسهل الحال يا رب. العيش زي ما انتوا شايفين طالع معانا جميل جدا، بسم الله ما شاء الله. اتمنى منكم طبعا اللي مش مشترك عندي في القناه يا ريت يشترك ويفعل الرنه. وقبل ما اسيبكم وامشي، احب اقول لاي حد ظالم حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. اي حد بيظلم حد، نفسي ربنا يعني يوريه قوته عليه. يعني هو شايف ان هو قوي على بني ادم ضعيف، انا نفسي ربنا بقى يوري قوته ليه، يشوف بقى قوة ربنا عاملة ازاي عليه ان شاء الله. حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله، إنا إلى الله ورسوله راغبون. حسبي الله ونعم الوكيل في كل حد ظالم بيظلم حد ضعيف، ما بيقدرش ياخد حقه بإيديه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. أنا بوجه من هنا رسالة لأي حد ظالم، بقول له حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ربنا يبتليه بقى بمرض كده يخليه يعرف قيمة نفسه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.